ناصر في الوسط مازا ابراهيم، والسلام على التمريره، يا سلام على التمريره. هذا ما يريده عمور محمد الامين، هذا ما يبحث عنه الهدف الاول. الهدف الاول للمنتخب الوطني الجزائري جاء مبكرا مثل ما تمنينا، مثل ما انتظرنا في بدايه الدقيقه 14. تمريره ثانيه، شوف الاعاده، شوف التمريره، يا سلام، النظره الجميله، طبعا الخروج الرائع من محمد الامين عموره، التريث، البحث عن الزاويه، يا سلام يا سلام. هدف جميل، هدف جميل من عمور، من طبعا بغداد بونجاح رقم 35، الهداف الحالي للمنتخب الوطني الجزائري. لا يزال يسجل ولا يزال يستعيد حاسته التهديفيه من مباراه الى اخرى. يمكن ان توصف ببعض الخطوره على مرمى اسامه بنبوط. اسماعيل بن ناصر لرميز، وصلت من هناك بغداد بطريقة ممتازة، يا سلام. محمد الأمين عمورة، عمورة يصنع الخطورة، عمورة التسديدة، يا سلام يا سلام. الهدف الثاني من محمد الأمين عمورة، عمورة وفي لتقاليده، إن لم يسجل رقم 20. شوف الإعادة، تابع الإعادة، واحدة من عمورة لبغداد والثانية من بغداد لمحمد الأمين، ولا يضيع حينما تهدى له مثل هذه الكرات. تسديدة قوية لا يمكن التعامل معها في العارضة الأفقية ثم في الشباك مباشرة. السلام على هذا السيناريو، تسديدة قوية من محمد الأمين عمورة. والهدف الثالث لريان ادنوري. هنا جوان حجام وصلته، جوان حجام، يلا يا جوان، توزيعة لبغداد من هناك ولكن قطعت من الدفاع، استرجعها جوان حجام. ابراهيم مازا صاحب المراوغات الجميلة، صاحب المهارة العالية، ابراهيم، الهدف الثالث، ثالث الاهداف، ثالث الاهداف للمنتخب الوطني الجزائري بشكل الثاني، وفي انتظار المباراة الثانية امام المملكة العربية السعودية. شوف الانسجام السهل الممتنع في ظل الاخطاء الدفاعية، الاستغلال المثالي من جوان حجام، كرة عائدة من دون مراقبة في الشباك، يا سلام، من دون مراقبة جوان حجام وضعها في الشباك للمرة الثالثة في هذه المباراة. بغداد بونجاح، محمد الأمين عمورة وجوان حجام، وثلاثية دون مقابل. سمير شرقي في التغطية، التغطية الجميلة من سمير شرقي، لمسة هنا، كلنا التقدير لحكم المباراة. شاهد هنا سمير شرقي بعدما مر أو فق بالغالي، أقول فق بالغالي فوق خط منطقة الجزاء. الجزائري أسامة بنبوط أمام تاواندا، أسامة أمام تاواندا، يتقدم تاواندا، يتقدم، كاد أسامة بنبوط أن يخرج الكرة. أسامة بنبوط تابع ولمس الكرة ولكنها كانت من القوة بمكان لتسكن الشباك للمرة الأولى لمصلحة المنتخب الزيمبابوي. أسامة بنبوط تابع مسار الكرة، لمسها ولكنها كانت قوية جدا. من البديل تاواندا في الدقيقة 8 أو 87. شوف أسامة كاد أنه يتعامل مع هذه الكرة، وردة فعل قوية من أسامة بنبوط، ولكن الكرة كانت أقوى، الكرة كانت أقوى. 3-1. إذن تاواندا يقلص الفارق لمصلحة منتخب زيمبابوي والمنتخب الوطني الجزائري